السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، إن شاء الله تكونوا لاباس أموركم هانية وبصحة جيدة. بغيت نقول لكم أن الزواج ماشي لعبة، الزواج ميثاق كيتبنى وكيتعقد على الصراحة والنية. واخا كيتضاربوا الأفكار والاختلافات اللي كيواجهها كل طرف من الزوجين، لكن اللي كيجمعهم هو داك الأساس اللي هو المودة والرحمة والحلم الكبير باش كل واحد فيهم كيذوق ديك النعمة اللي سميتها نعمة الاستقرار وتجربة الأمومة والأبوة. لكن بعض الأحيان أخواتاتي تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. باش ما نطولش عليكم في الهضرة، نتوكلوا على الله ونبداو قصتنا اليوم. بسم الله بديت كلامي، وبالصلاة والسلام على رسول الله حركت بها لساني. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. قبل ما نبداو قصتنا لهذا اليوم خواتاتي، كيف العاده نتوما عارفين عملوا شي كاس اتاي يكون مشحر هو هذاك، وهانتوما معايا. المهم، انا وحده من الناس اللي جيت اليوم باش نحكي لكم قصتي واللي وقع لي. انا خديجه، في عمري 36 سنه، راجلي عنده 38 سنه. بغيت نبدا معكم قصتي من اللحظه اللي كنت جالسه مرتاحه حتى دخل عليا راجلي، جا من الخدمه وكانت على وجهه واحد العلامات وواحد الشوفه ما قدرتش نفهمها. قال لي بغيت نهضر معاك شي هضره، ولكن حتى نرجع نمشي ندي الدراري عند الام ديالي ونرجع نهضر معاك. كان ديك الساعه كاينه العطله. قال لي جمعي لهم حويجاتهم. صافي، انا جمعت لهم حويجاتهم، شديت واحد الصاك جمعت فيه حويجات ولادي. عندي الوليد عنده 9 سنين والبنت عندها 6 سنين، وعندي وليد عنده عام ونص تقريبا. المهم جمعت لهم حويجاتهم، جمعت حويجات لوليداتي بجوج. ولكن هو قال لي شوفي حتى زكريا جمعي لي حوايجو، كيقصد ولدي الصغير اللي عنده عام ونص. هذاك انا ما نقدرش ابدا نفارقه. قلت ليه لا، ما يمكنش نتفارق انا ولدي. ولدي مازال صغير ومازال كيرضع. شاف فيا قال لي ما يمكنش هاد الهضره اللي غنقول لك، خصنا نكون غير انا وياك، خصنا نكونوا بجوج بينا باش نتفاهموا، ما يكونوش الدراري حدانا. ايوا جمعت الوليدات كاملين، جمعت لهم حويجاتهم، هو جمعهم وداهم. انا بصراحه قلبي بدا كيضرب شي ضرب ماشي طبيعي. حسيت بحال الخلعه في قلبي. المهم شي حاجه ماشي هي هذيك خلاني كنقول يا ربي وقتاش يهضر. لاني مؤخرا لاحظت شي حوايج. لاحظت انا راجلي شخصيته تبدلات لي عليا، ما بقاش هو ولا شويه معصب، كيتعصب عليا اقل سبب. ما مرتاح حتى لشي، ما مرتاح حتى في شي بلاصه. يعني عينيه ما بقاوش مرتاحه لشوفتي. حاولت نتناقش معاه، كينوض وكيخليني نهضر بحال شي هبيله غير بوحدي. ايوا نتوما عارفين العقل ديالي ولا كيدور ويخمم اشنو بالسلامه غيكون السبب باش يدي ولادو عند الام ديالو باش يهضر معايا. ما نكذبش عليكم، عقلي دار وشد الارض بهذا المعنى. خصوصا ان العلاقه ديالي مع راجلي يعني تزوجنا على اقتناع، ما كاينش شي حاجه يعني لي بزز لا من الطرف ديالي ولا من الطرف ديالو. تزوجنا صغار، كنا متفاهمين يعني. الحمد لله حياتنا زعما ماشي زواج ديال بزز ولا زواج ديال الغصب وداكشي اللي كتعرفوا. كنا نعمل ازواج في الاحترام والتقدير وكان هو نعمه الاخلاق، وكنت معتمده على الله سبحانه وتعالى وعليه. يعني كان مهنيني من كل شيء، ما نقدرش ناخذ شي قرار في حياتي الا وحتى نتشاور معاه. المهم كافحت انا وياه. انا خدامه موظفه في واحد الشركه، وحتى هو استاذ في واحد المدرسه فندقيه. مهم صراحه عائلته مزيانين معايا. الام ديالو الله يعطيها ما تمنى، امراه طيبه واعيه، وخواتاتو ظريفات بزاف، ما كيدخلوا لا في كبيره ولا صغيره، كافي خيرهم شرهم. عشت معاهم في الفتره الاولى الحمد لله، ناس مزيانين. بالنسبه لي انا راه ما عندي لا امي لا با، عندي غير الله سبحانه وتعالى. الوالد الله يرحمه خلى لينا شي ورث، فرقناه انا والخوت، كل وخد حقه. حقي انا شنو عملت به؟ نط حطيته في واحد البقيعه، ولاني ماشي درتها في سميتي، درتها في سميه راجلي. غتسولوني علاش زعما علاش درتها كتبتها في سميه راجلي؟ غنجاوبكم. لان حتى راجلي حط معايا فيها، حتى راجلي حط واحد النصيب، وتعاوننا باش شريناها. وخلاص انا
انا راجلي فيه خويا فيه با، يعني صراحه دايره فيه الثقه. ايوا تعاوننا بجوج على هذيك البقعه حتى تبنات بطوبه بطوبه، وكانت فرحتي كبيره وانا كنبني فيها. واخا تماره كنتمنى امتى نسكن فيها ونقول حتى انا عندي داري حامياني من الشتا والبرد، نفرشها كيف بغى خاطري ونأتت على ذوقي. غير هي باش تعرفوا جلسنا واحد الفتره طويله ما ولدناش، ما عقلتش بالضبط، ولكن كنا كنجريو عند الاطباء الاختصاصيين، وبقيت حتى بغى ربي سبحانه وتعالى وهو الذي يحيي العظام وهي رميم. ما تصوروش اخواتاتي الفرحه ديالنا بجوج كيف كانت ملي حملت باول مولود من ولادي. المهم نكملوا اش وقع. في ديك اللحظه جا راجلي، جلسنا انا وياه في الصاله. اول حاجه شاف فيا واحد الشوفه طويله وتنهد، وانا بديت كنتسناه زعما يهضر. قال لي غنقول لك شي هضره ولكن نتمنى تسمعيني مزيان حتى الاخر، وديك الساعه هضري. قلت ليه واخا. قال لي عمرك شفتي مني شي عيب؟ ياك كنا الحمد لله متفاهمين، تزوجت بيك وانا مقتنع بيك، وانتي بكل صراحه نعمه الزوجه، عامله الواجبات ديالك، وليداتي مربياهم لاحسن تربيه، وانا مقدر انك واخا خدامه تجي تدخلي ديريكت الكوزينه باش توجدي ليا ولوليداتنا ما ياكلوا. انا بصراحه شفت فيك الحنان، انا شفت فيك الحنان ديال الام ديالي، وكنتي تعطيني الخاطر وتسمعي ليا فاش نشكي ليك من ظروف العمل والمشاكل اللي كنلقاها. كنا نفرحوا ونضحكوا ونلعبوا مع وليداتنا. كل شيء هذا الشيء اللي ذكرته ولا مع الريح، وتبدلتي عليا 100 درجه، وليتي عصبيه معايا ومع الدراري. كنجي من الخدمه بالجوع ما كنلقى ما ناكل، الدراري في حاله، الدار ولات مقربله، الولاد موسخين، شعرك ما دايره فيه الخير، ما بقيتيش تمشطيه ولا ديما طالع للسما، ريحه الثومه طالعه منك كضربني مع الدخله ديال الباب. حتى ولادك ما بقيتي تقضي عليهم، وديما مسهوته ومرخيه وما عندك خاطر حتى شي حاجه. ياك انا راجل قد بشغلي، ما فرضتش عليك زعما تخدمي عليا ولا تجيبي ولا تصرفي ولا داكشي، يعني انت لخاطرك ما كرهتش يعني تكوني مقابلاني ومقابله ولادك. واحد اللحظه بغيت نوقفو وبغيت نجاوبو ونهضر، لقيتو وقفني بيديه زعما حتى نكمل هضرتي. قال لي انا بصراحه من الرجال اللي كنبغي تكون داري منظمه ومنقيه، ونبغي المراه ديالي تكون موقده وحاذقه. شنو اللي خصك؟ ياك انا كنخدم وكنجيب لك الفلوس وكنجيب كل شيء، ياك موفر لك اي حاجه تحلي لها فمك، ما نكذبش عليك، ما نقدرش نعيش بهذه الطريقه. هو يسكت واحد اللحظه، بقى كيشوف في الارض. قلت ليه واش نهضر؟ قال لي هضري، ولكن راني مازال ما كملت معك هضرتي. قلت لها سيدي انا اول حاجه فاش تزوجنا كنا ما عندنا لا حماد لا محمد، كنا ديال راسنا، الدار كانت مجموعه لان ما كانش عندك اللي غادي يرونها، الولاد بدلوا لينا الحياه، الدار ما بقات يبان فيها لا شغل لا حتى حاجه، الوليدات ماشي ساهلين باش تكبرهم. فعلا كاين واحد الجانب ديال الاهمال من جهتي، ولكن راه لازم تعذرني وتقدر التعب ديالي. انا راه عييت بزاف نخدم في الزنقه ونجي تماره ديال الولاد والدار. الا جيت نجلس المانضه ديالك شوف واش غادي دير لينا شي حاجه، راه ما كافياناش، راه ما نقدروش نعيشوا بها. راني هازه عليك واحد الحمل ثقيل اللي انت ما حاش بيه وما عارفوش، والدار اللي فيها الدراري راه عادي تكون مرونه، راه في الاخير راني كنجمعها. قلت ليه انت راجل اناني، باغي تسبب عليا وما عندكش تقدير الاشياء اللي كتملكها. انا خصني نطيب، انا خصني نصبن، انا خصني نحفظ مع ولادي ونقيهم ونلبسهم، وانت خدام وانا خدامه. شنو زعما الفرق؟ الفرق انك كتجي كترتاح، اما كتمشي عند صحابك تضحك معاهم وتغير معاهم الروتين ديال الخدمه، وانا ما عنديش الراحه. يا ربي كنتسنى امتى نحط هاد الراس المشؤوم على المخده. ايوا شنو دابا؟ كظن ان اللي معاه الحق واللي مقهور من هادشي هو انا ولا انت؟ شويه هو يسكت، سكت، ما حسيت الا ودموعي وصلوا الارض. بقيت كنشوف في حالتي وكيفاش يعني
كيفاش انا ضحيت وكنضحي والطرف الاخر ما حاش بيك وكيلومك. شويه وينطق قال لي نجيك من الاخر، انا باغي نتزوج. كيفاش تزوج؟ نكذبش لكم، علامه تعجب جاتني. ما قلبي بدا كيدق، كنحس بيه غادي يوقف. كيفاش؟ قال لي غادي نتزوج بفلانه اللي قدامنا. هاد فلانه هادي جارتنا فايته مزوجه ومطلقه حيت ما كتولدش. قال لي السيده مخلقه وبنت الناس وانا بغيت نتزوج بها. في الحقيقه جاب لي الله غير كيتفلى عليا وباغي يجربني. قلت ليه واش بصح من نيتك كتهضر في هاد الشيء؟ قال لي اللهم نقولها لك انا وتسمعيها، تسمعيها مني ولا تسمعيها من عند شي حد غريب. انت عزيزه عليا وغاليه عليا ومراتي اللي ولدت لي الوليدات ديالي، ولكن حياتي خصني نعيشها، نعيش حياتي كما تمنيتها انا. تحبوني البنات صدقتو، عقلي مازال ما مستوعبش. شويه حنا على هذا الحال هذا. التليفون ديالو صونع ليه التليفون. جاوب قال سمعتو كيقول واخا نتوما لتحت، واخا تسناوني انا جاي. الراجل خرج وخلاني مصدومه. شويه كنسمع واحد الصوت حيت عندنا 2 كراجات. مشيت للشرجم كنطل زعما كنشوف شكون اللي جا، كنشوف شي حوايج كيدخلهم للكراج. عرفتو قلبي بغى يوقف والدنيا وقفات. صافي ما بقيتش كنحس براسي راني واقفه، ما عرفت رجليا واش هزني ولا لا، ما عقلش على راسي. هزيت رجليا بزز، مشيت ترميت على واحد الحاف. صافي قلبي سخف عليا، صافي ما بقيت نعرف شنو نعمل. وليداتي رجعوا، جاو كيعنقوا فيا ضاحكين وانا بحال اللي مضروبه بموس، عقلي طاير بيا. ايوا قال الدراري دخلوا تنعسوا. قال لي راهم تعشاو، راني جبت لك من عند امي شويه ديال الكسكس وراه في الكوزين. شويه هو شد التليفون وجلس كيكتب عادي بحال اللي ما كاين والو، لدرجه ما كنتش مصدقه. شويه هو يدور قال لي راني خديت واحد الكونجي، ومن هنا شي 3 ايام غنقدر ندير العقد مع هاد السيده هادي وغتسكن لتحت، وهي راها مرا مزيانه ومخلقه وما تلقيش معها المشاكل. حسيت اني خصني نفيق من القلبه. انا راه شي واحد ضربني راسي ولا ما نعرف شنو، ما عرفتش كيفاش نوصف لكم داك الاحساس، راكم غتحسوه معايا. المهم بقيت على ديك الحاله نفسيتي ما نقولش لكم عليها. ما قدرتش نمشي لا الخدمه ولا الوالو. عقلي ما بقى عندي خاطر للشغل لا حتى حاجه. عقلي ما بغاش يتقبل هادشي اللي قال لي. مرات لوسي كانت جات عندي وجبدنا هضرتها وبقات كتشكر في هاد السيده هادي وفي اخلاقها، كتقول لك الله يعمرها دار وهادي. انا مشيت عند عكوزتي وعيطت لراجلي. عكوزتي مسكينه ما عجبهاش هاد الشيء اللي دار فيا واللي قال لي، وما تقبلاتش انه باغي يتزوج عليا. عيات ما تنصح فيه وتشكر فيا وفي اخلاقي وتقول لي راه ما غتلقاش بحال مراتك، مالك اش ناقصك فيها. المهم انا في ديك اللحظه عيطت على خويا والواسي كاملين جمعتهم. جا حتى هو قلت ليه ياك الدار اللي ساكنين فيها تعاوننا فيها وحتى الام ديالك عطات فيها واحد النصيب، يعني هذيك الدار كنسالك فيها حقي والطوموبيل حاطه فيها رزقي والمصروف كنت معاونه معاك فيه. هو بقى كيشوف فيا قال لي عارف. قلت ليه عندي شروط، الا بغيتي تزوج خاصك تكتب لي نص في الدار، يعني الدار الفوقانيه تكتبها لي في سميتي وتكتب لي واحد من الكراجات في سميتي والاخر خلاص يبقى ليك، والطوموبيل تبيعها وتقسم معايا فلوسها، والفلوس الاخرين ما غاداش نتحاسب معاك فيهم واللي صرفتهم الله يسامح. عكوزتي شنقول لكم عينيها مسكينه دمعوا. قالت لي ها وليدي مراتك راه ما كاينش بحالها، راه تخاف تخسرها. خويا تعصب قال لي اختي واش باغا تطلقي؟ انا خوك عمري غنتخلى عليك، انا ديما في جنبك. راجلي تما قال لي لا عمري فكرت في الطلاق وما غاديش نطلقها وما نسمحش فيها. جاتني في شي شكل. ايوا قلت ليه المهم شنو رايك في هذا الشيء اللي قلت؟ ما ترددش. قال لي هذاك راه رزقك، انا ما نضيعكش فيه.
قلت ليه غدا نفكوا هذا الحبل ونفرقوا هذا الرزق ديالنا اللي بيني وبينك، كل واحد يشد ديك الساعه طريقه. ايوا المهم مشينا لغدا، تكاتبنا في كل شيء، حتى الطوموبيل حطها في البيع باش يعطي لي النص ديالها وياخذ هو النص ديالو. قال لي انا ماشي ولد الحرام باش ناكلك في رزقك، وانا عمري ما ناخذ لك رزق. قلت ليه كنت كنظنك راجلي الوحيد اللي في الدنيا اللي غادي يفهمني ونفهمه، صدقت ما فاهمه والو، صدمتيني. ولكن معليش الدنيا هكذا، ما خصناش نحسوا بالامان الا مع الوالدين الا كانوا حيين في الدنيا، اما الرجال راه ما كاين فيهم ثقه. قال لي راك مراتي وديما غتبقي مراتي، وديما غتبقى المعزه ديالك في قلبي. المهم راجلي دار داك الشيء وجاب ديك السيده. اشنو انا عملت؟ مشيت حطيت ولادي عند اختي ومشيت كنقلب على شي محاميه. هو ما نعرف مشى يدوز معها شهر العسل. في الحقيقه لو كان داها لشي مكان اخر وما جابهاش تقدر تكون افكاري يعني نقدر نتقبل، ولكن كنت غنحاول ربما نصبر، حيت ملي كنفكر ان هذا شرع الله وانه حر في حياته، ولكن كنرجع وكنلقى نفسي ما قدرتش. المهم انا شنو درت؟ جاب لي خو واحد المعلم وريب لي الحيط اللي مشروك بيناتنا، وعمل لي دروج بوحدي، وقسمت المرح وطلعت فيهم الدروج وبدلت حتى السوارت. كي جا ما تصورش، بغى يتفرق عليه القلب. قال لي راكي مازال مراتي وهادشي اللي درتي راني تزوجت، ماشي عملت شي حاجه حرام. قلت ليه النهار اللي تجي مراتك هنا انا غادي نخرج. قال لي علاش هادشي اللي كامل اللي درت؟ قلت ليه ما حامله نشوف وجهها كل مره، انا حره في حياتي. قال لي لا، هادشي اللي درتي راه ماشي مزيان، كان عليك تاخدي الراي ديالي، والراجل اللي خدام وانا ما كاينش في الدار راكي كتعملي شي امور اللي ماشي ديال العقل، تبتي شويه عقلك. قلت ليه راه خويا اللي مقابل الخدام ماشي انا. ايوا المهم شاف فيا ومشى دخل الدار. قلت ليه فين غادي؟ قال لي داري. قلت ليه ما بقاش عندك شي مكان يخصك هنا في الدار هذا، عندك الحق تشوف ولادك ولكن كل شيء غيكون بحدود. قال لي علاش زعما كتهضري بالالغاز وبحال زعما بحال مخبيه عليا شي حاجه تحت راسك؟ قلت ليه كل واحد كينعس على الجنب اللي كيرتاح فيه، والحاجه اللي غتناسبه هي اللي كيديرها. المهم ما بغاش يهبط للدار، كانه زعما بغى يعمل ديك القضيه راني في داري. انا بقيت كنحمله. ايوا دازو شي ايام، جمعت شي حاجه، وكان عندي شي حاجه ديال الذهب على ديك الفلوس ديال الطوموبيل اللي عطاني، قسمت معاه. شريت انا واحد الطوموبيل، ما نقولش لكم فاش شافها جاتو واحد الصدمه. كان كيحسب لي عمري نسوق، حيت بصح كنت كنخاف من السوقان، ولكن الصدمه ديالو خلاتني نواجه اي خوف ساكن فيا. ايوا اخيرا السيد وصلته الاستدعاء ديال المحكمه، ما كانش في الدار. سمعت التليفون، جاوبت، بقى كيغوت، لقيتو غينفجر. مشيت للدار، وراني الاستدعاء اللي جات. قلت ليه صافي كل واحد وطريقه، طريقي بوحدي وطريقك بوحدها، ها هي طريقي ها هي طريقك. ايوا قال لي انا تزوجت بسببك. بقيت كنزيد معاه هضره مني هضره منه، حتى ما حسيت الا وبيديه كيجمع معايا بواحد الضربه، حتى السما ضوات قدامي. طحت ولكن ما بينش الضعف ديالي. هاد الضربه هادي ما غاداش تكون قد هذيك الضربه اللي في قلبي. خرج ومشيت، انا دخلت لداري. كنت من الناس اللي عمري تصورت غنعيش هاد اللحظه. حسيت انني ديك تماره وديك النيه وديك اليد اللي ضربني بها ما غاداش ندوزها لي بسلامه. وليداتي جاو من المدرسه، تشغلت معاهم وضحكت معاهم وطيبت انا وياهم العشاء. جا هو دخل علينا، كان كيتصورني غنكون مكتئبه وعيني منفوخين بالبكاء. حتى شافني استغرب، كي شافني كنضحك مع وليداتي. قلت لوليداتي ايوا نوضوا حطوا لباكم تا هو يذوق من العشاء ديالنا. كانت على وجهي واحد الضحكه. هذيك اليد اللي تمدت عليا
على اللي خدمت وعطاتو غادي يخلص ثمنها. قال لي بغيت نهضر معاك. قلت ليه ما عنديش الوقت وما عندكش فين تجلس، وانت ما كتقبلش الروينه، ما عندك فين تجلس، شتي الدار مرونه. ايوا هو مشى جلس في الصاله، ما داش على كلامي، خليته جالس ما ديتاش فيه حتى عيط عليا. قال لي راني كنتسنى، راني عندي الشغل زعما كنتسناك. مشيت قلت لي اشنو بغيتي؟ قال لي سمحي لي على الضربه اللي ضربتك، راه ما تحكمتش في راسي. انا نجيك للصراحه، انا ندمت علاش تزوجت بها، ولكن انتي ما نقدرش نفاقك، كانت غلطه وانا كنعترف بها. وثاني حاجه ما عرفت ما نعمل، ما قدرتش ندير معها شي تصرف خايب ونطلقها، هي ما عندها حتى شي ذنب. قلت ليه وشكون اللي قال لك طلقها؟ اللي غتطلق وتمشي بحالها راه هي انا ماشي هي. كنت كنهضر بواحد الضحكه ديال الاستهزاء، كانني ما مسوقاش الامر وكأن حتى حاجه ما كتهمني في الدنيا. قلت ليه اولد الناس الله يعاونك شويه. قال لي عافاك نبوس رجليك الا ما تراجعي على القرار ديال الطلاق ديالك، راني ما نقدرش نفارقك انت ولا ولادي. قلت ليه صافي سال الفيلم بيني وبينك، انت اللي اختاريتي وفضلتي انسان اخرى ليا، معليش انا راضيه باي حاجه كتبها لي الله. ولادك عمري نحرمك منهم، وقت ما بغيتي تجي تشوفهم راه اجي شوف هذوك راه ولاد. المهم بقى مع الايام كيحاول زعما نتراجع على القرار ديال الطلاق، ويحاول يطلبني زعما ويرغب. حتى انا كنت متردده في هذا الشيء، ولكن ملي كنفكر انني غنعاني وانني ما نقدرش نتحمل هذا الامر، صافي استمريت في القرار ديالي. بقيت مخطيه رجليا في المحكمه، بقيت هكذاك حتى طلقت طلاق الشقاق. نهار اللي طلقت جا هو للدار، بغى يفتح الباب، لقى السوات ما بغاوش، الساروس ما بغاش يدور ليه في الباب، ما بغاش يحل ليه، دق وانا نفتح ليه، حتى لبست الحجاب ديالي عاد فتحت ليه، بغى يدخل وقفت ليه في الباب. قلت ليه اسمح لي ما كاين حتى واحد، وانا حاليا مطلقه وفي العده، وبالنسبه لي راه انت راجل غريب. هو حط يديه على راسو في واحد اللحظه وقال واش عباد الله داري ومراتي ولا غراب عليا، واش هذه المراه ديالي مشات ليا، واش قلت ليه شنو بغيتي دابا؟ قال لي جيت نشوفك. قلت ليه اشنو غتشوف فيا؟ راه ما بقات كتجمع بيني وبينك حتى حاجه، ما تبقاش تدق على بابي. الا بغيتي ولادك كاين التليفون، صوني عليا ونوجد لك ولادك، شوفهم ولا يبقاو معاك. هذوك ولادك ما نحرمكش منهم وما نحرمهمش منك، ولكن انا راه صافي اول مره كنشوفو كيبكي، ما نكذبش عليكم، شفتو كيبكي بقى فيا بزاف، ولكن فكرت هاد السيد هذا حاليا راه ما بقاش كيجيني وما بقى لا راجلي لا والو، بقات بيني وبينه حتى شي صله. ايوا مرت الايام ولا كيدي ولادي كيتهلا فيهم صراحه، كان كيتقدا ويعطي للدراري بحال اللي كان معنا، كيتقدا ويعطيهم التقديه يجيبوها للدار. صراحه ما حسيتش بانه كاين فرق فاش كان عايش معايا وفاش بعد، يعني يعني تفارقنا، يعني نفس التصرف، يتقدى يتهلا في ولادو يكسيهم التقضيه ديال الدار، يعني الماكله وداكشي كان كيتقداها وصيفطها، يعني ما قصرش معايا صراحه. حتى خويا مسكين كان واقف معايا في ديك اللحظه، كان دائما كيسول فيا وكيحاول يخرجني من ديك الحاله اللي فيها انا ومن داك الحزن، راه نتوما عارفين. بقيت هكذاك كملت العده ديالي، صافي بديت كنخرج هكا للخدمه ديالي، للسخره، اي حاجه كنحتاجها هكاك راه كنخرج خلاص. كنت كنلقاه واقف قدام الباب كيبقى يشوف فيا واحد الشوفه من البعيد، نحس ما كيبغيش عينيه يفارقوني، يعني دائما فيما نلقاه كيوقف ويبقى يشوف فيا. حسيت بان مراته الثانيه بحال ما قدرش يولفها وما قدرش يهرب منها، يعني هو وقع في واحد الحاله ديال يعني ما قدر يتفارق معها، ما قدر يطلقها، ما قدر يدير حتى حاجه،
يعني الموقف ديالو صعيب بزاف. المهم واحد النهار انا في الكوزينه حتى كنسمع الدقان، مشيت فتحت الباب، كنلقى شنقول لكم، كنلقى هو وخوه والام ديالو جايين كاملين. المهم استقبلتهم، دخلتهم الصاله. هو ينطق قال لي هذا طليقي، قال لي انا جيتك، انا غلط في حقك ومستحق اللي تعملي فيا نستحقه. ما عرفتش شنو وقع لي حتى درت هذا الشيء ومشيت تزوجت. قال لي انا مستعد لاي عقاب، خلينا نرجعوا نجمعوا وليداتنا ونرجعوا كيف كنا. عكوزتي بدات كتحاول مسكينه تقنعني حتى انا. قالت لي فكري في وليداتك بنتي، ولا هو تزوج راه الزواج حل الله، ماشي معنى انه غلط ولا يعني ماشي معناه يعني دار واحد الغلط. هو يعني انت حسبتيه غلطه، هو راه عمل داكشي اللي شرع الله، بغى يتزوج خليه يدوز واحد التجربه وحس بقيمتك. في هذه الحاله هو راه ظلمها وظلمك انت وظلم راسو. انت راه بالعكس ما خاسره والو، انت بقيتي جامعه وليداتك ومحافظه عليهم، وانا كنحييك على هذه النقطه هذه. نقز خويا حتى هو بدا كيحاول يقنعني. المهم داروا بيا كلهم، كلش يقول، كلهم حاولوا يتحاموا عليا، يعني ما بقيتش كنقدر انا نهضر ولا نقول شي حاجه، بقيت غير كنشوف. قلت لهم واخا، حيت حسيت انني راه الزوج ديالي عشت معاه واحد العمر هو داكشي. قلت لهم واخا، ولكن عندي شروط. قال لي قابل باي شرط. قبل ما نشرط عليه شي شرط قال لي انا قابل باي شرط. قلت ليه الا رجعت معاك انا ما غاداش نكون هي المراه اللي كانت قبل، يعني اللي كنتي كتخيلها، ديك المراه اللي كتخدمك اللي كدير المستحيل عليها، حيت ما بقاش عندي الخاطر كيف الاول. المهم مشينا عاود تزوجنا. صراحه هو تبدل بزاف، غير هي بقات شي حاجه في قلبي ضراني ديك التجربه ما قدرتش ننساها. واحد المره بقينا كنهضروا، قلت ليه على المراه، قال لي صراحه راني ظلمتها بزاف. قلت ليه الا بغيتي ترجعها شغلك، يعني ما عنديش مشكل. قال لي ما نقدرش، انا عندي مامات ولادي ما نقدرش. المهم واحد النهار فكرت وقررت، ديت ولادي عند عكوزتي ومشيت عند هاد السيده هذه اللي كان راجلي متزوج بها. المهم فاش دقيت الباب استقبلتني امها، ماشي هي. دخلت واحد شويه وهي تدخل، عرفتوا البنات تصدمت ملي شفتها. زوينه بزاف، زوينه لواحد الدرجه، زعما شعرها تبارك الله كيف عامل. سلمت عليا، خلاص هي عرفتني. قلت لها واش عرفتيني؟ قالت لي عرفتك. قلت لها جيت عندك اليوم باش نطلب منك السماحه لاني كنت السبب في طلاقك. سبحان الله كنت كنتصورها ما تحملنيش ولا غدير شي تصرفات. المهم هي ابتسمت قالت لي لا بالعكس، راجلك كان مرتبط بك بزاف وانا اللي تسمحي لي لاني ربما كنت سبب باش فرقت بيناتكم. قلت لها انا مستعده باش ترجعي لراجلي، انا ما عندي حتى مشكل. ضحكات واحد الضحكه وهي كتستغرب. قالت لي غير كوني هانيه من جهتي، مازال غادي نتزوج ان شاء الله هاد المره بولد خالتي، راه كاين في اوروبا. قالت لي دعي معايا اني راني مسامحه ليه، ما كاين حتى مشكل. ايوا المهم خرجت من عندها صراحه وانا قلبي فرحان بزاف ان القلوب تصفات وانها كانت تجربه، والحمد لله ان راجلي عرف بقيمتي وعرف شنو بينات يديه. وكل انسان يقدر يمر بهذه التجربه هذه وياخذ منها العبره، ونتمنى قصتي تاخذوا منها العبره. نتمنى خوتي تعطيو الراي ديالكم في هذه القصه هذه. وبغيت نوضح واحد المساله، ان الله سبحانه وتعالى حلل التعدد ولكن تقيد بشروط، كقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذا الأصل عليها فعلا تعدد شيء شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن عنده ضوابط وشروط. وإلا فالأصل هنا هو أن الرجل يكتفي بزوجة واحدة.
قصتنا اليوم كتلخص المسألة: وأستودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه.